صحابي، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ جايبه لكم بقى النهارده سلطه حمص خطيره بجد، تنفع كديبنج مع اي سناكس ناخدها، او في نفس الوقت نحطها سايد جنب الاكل. حلوه جدا، تعالوا بقى نشوفها. بس اول حاجه ما تنسوش تعملوا لي لايك شير وسبسكرايب. يلا بينا على المعمل. هعمل الوصفه كلها في الخلاط او في الكبه. اول حاجه هبدا بقى ان انا اجيب نص كوبايه من الحمص المسلوق، طبعا نكون سالقينه او ممكن تجيبوه جاهز عادي. وابدا بقى انزل هنا ليمونه كامله، هبدا ان انا اعصرها على الحمص. وبعدين هبدأ بقى اقول لكم ايه التوابل التانية. وبجد السلطة دي غنية بالبروتين وحلوة جدا، كحاجة مختلفة عن البروتين طبعا الحيواني. وبعدين هبدأ بقى أضيف هنا معلقتين كبار من الطحينة. وبعدين هضيف لها بقى بقية الإضافات، وهنحط هنا التوابل اللي هحطها هتبقى شوية كمون، نص معلقة من الكمون ونص معلقة من الملح برضو، وده يرجع على حسب الرغبة. بس بجد الكمية دي هتبقى مناسبة جدا على كمية الحمص. بعدين هبدأ بقى هنا أنزل فص من الثوم. هنا كنت حاطة تلج بس شيلته الصراحة، وهبدأ بقى أضرب الحاجات دي كلها مع بعض. وبعدين هبدأ بقى ان انا افتحه واحط هنا معلقتين كبار من زيت الزيتون، علشان نبدأ بقى ان احنا نعمل الميكس الخطير اللي هيطلع معاكم بعد شوية. وده كده القوام المطلوب، القوام بتاعه بيكون كريمي، ما بيكونش سائل خالص، بيكون كريمي كده زي ما هتشوفوا. هبدأ بقى ان انا اعمل له سبريد في الطبق، وبعدين هقول لكم ازاي ان احنا نزينه بطريقة بجد تكون خطيرة. لازم تجربوه، هستناكوا تحت تقولوا لي رأيكم. ونقدر بقى طبعا ان احنا نحتفظ بيه في التلاجة وناخده معانا مع السناكس بتاعتنا، هيبقى حلو قوي. هعمل لكم برضو الوصفة اللي هقول لكم عليها بعد شوية. وده كده كان شكله. تعالوا بقى نزينه بشوية حمص. هبدأ بقى احط شوية حمص هنا في النص، وازينه بقى بشوية زيت زيتون حوالين الحمص. بجد خطير، لازم تجربوه. هستنى رأيكم تحت في الكومنت، وتقولوا لي برضو الوصفة اللي جاية عايزينها عبارة عن ايه. بس قبل كل ده ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. واكيد هستناكم في وصفات تانية كتير خطيرة. بس كده، باي.